اليوم التاني على التوالي اللي بعد ما اكون لبست فيه لبس الجيم كله برجع اغيره عشان انزل واعمل حاجه تانية. اول حاجه بقى في الشتا السكارف دي، ما لابسين اي حاجه ونلبس السكارف كده بقت تمام. ready to go. واخيرا بعد طول الانتظار لقيت السبيرس فاتس ولقيت الطعمين دول. بتهيألي هو مش منزل حاجه تانية بالليمون وبالتفاح، فانا دقت التفاح هقول لكم بجد طعمها عامل ازاي. هي الصودا اللي فيها صودا قويه عامه، يعني الصودا صودا وطعمها للناس اللي بتحب التفاح، يعني هي عصير تفاح بصودا، فعامل ميكس لذيذ قوي. لسه ما دقتش الليمون الصراحه، بس التفاحه بجد او التفاح بجد خطيره. بس ببساطه ان انا لقيتها اخيرا. واخيرا اخدت الخطوه دي. حرفيا انا قاعده لابسه لبس الجيم من الساعه من اول ما صحيت، يعني تقريبا بنتكلم من الساعه 9 الصبح، تمام، ودلوقتي الساعه 5 المغرب. بس بجد مبسوطه ان انا اخدت الخطوه دي عشان انا منزلتش امبارح ولا اول امبارح، وهروح بقى النهارده الجيم متحمسه ان شاء الله ان انا العب كويس. فهنشوف بقى هنعمل ايه النهارده في الجيم. يلا بقى نشوف. باي. اهلا تعالوا بقى نرغي شويه كده عقبال ما اروح الجيم واحكي لكم على حاجه. انا كنت اتكلمت قبل كده على موضوع دكتور الدايت ده، بس ناس كتير هنا ما تعرفش القصه كلها. انا هحكي لكم حاجه منها بسيطه، مش هحكي القصه كلها. في مره بقى ممكن نبقى نقعد ونحكي بقى القصه كامله من البدايه. انا في اخر سنه في الجامعه، احنا بنتكلم تقريبا في 2021، في بدايتها كده قررت ان انا بقى اروح لدكتور دايت، ودي في حياتي كانت تقريبا اول مره ما اروحش دكتور يعني دايت. وكنت ساعتها قعدت ال4 سنين جامعه حرفيا بروح بالتفاحه والاكل بتاع الدايت، ومكنتش عارفه اخس. فكنت رايحه وانا متحمسه جدا للدكتور، وحرفيا كنت انا بعلي على اي حاجه يقولها. يعني مثلا ايه، المفروض كل اسبوع ليكي يوم فري، انا بقى لا، انا مش هاخد مثلا الاسبوع ده علشان بقى اخس اسرع وكده. وكنت الصراحه بروح اشوف على الميزان، كنت ببقى خاسه كيلو وساعات 2 كيلو، وكنت بتبسط جدا. وكنت يعني مثلا الدكتور يقول لي مثلا ليكي مثلا معلقتين سكر او حاجه، انا شلت السكر خالص من اكلي. ده ما اعرفش بقى حماس البدايات ولا ايه. المهم ان انا الحمد لله ربنا كرمني ونزلت 18 كيلو. الدايت يعني مش عارفه، مش حاسه ان هو غلط او لا، ما اعرفش، بس الفكره انه كان فيه بجد خضار وفاكهه وكان كل حاجه، وانا اصلا كنت مستحيل اكل لا خضار ولا فاكهه. فدي الحاجه يعني في كام ميزه كده طلعت منها من الدايت، ان انا منعت السكر خالص في المشروبات بس، وان انا كمان بقيت باكل خضار وفاكهه، وده مش العادي ومش دي الحاجه اللي انا اصلا متعوده ان انا اكلها، وما كنتش بحبهم اصلا، بس دلوقتي ما عنديش مشكله عادي ان انا اكلهم. طيب هكمل بقى. ف
كانش عندي مشكله عادي، وحبيت الموضوع وبقيت باكلهم وكل حاجه تمام. وزي ما قلت لكم خسيت 18 كيلو، بس ده على مدار كتير، يعني على مدار مثلا بنتكلم في 7 شهور، مش مثلا حاجه خسيتها على طول او مره واحده. بعدها بقى حصلت لي حاجات كتيره قوي مش الطف حاجه نهائي، وحصلت لخبطه وحاجات كتير جدا عامه. ف ساعتها ده كان انديكيشن كده لجسمي ان الدايت ده كان غلط. فخلاص وقفته، وللاسف رجعت كل اللي انا خسيته ده تاني. بس الفكره بقى ان انا دلوقتي في الفتره دي انا مش عامله دايت، انا بروح الجيم كل حاجه، بس الصراحه بحاول على قد ما اقدر ان انا اظبط اكلي، بس ساعات بتفلت مني. ومن اكتر الحاجات اللي هي اصلا يعني اضرار اللي جات لي من سبب الدايت ده ان ساعات كتير جدا بقى بيحصل لي اوفر ايتنج. معرفش الناس تعرفه ولا لا، بس اي مكان مش هو ده قصتنا دلوقتي. فعلى اساسه ده الصراحه اللي بيبوظ لي الدنيا. يعني انا اصلا ممكن ابقى مظبطه اليوم كله وماشي كله تمام، وانس ان يحصل الكلام ده خلاص انا ببقى في 200 كالوريز دخلت. فده على اساسه. الفتره دي انا محتاجه جدا اروح لدكتور، بس زي ما قلت انا محتاجه دكتور يكون فاهم ويكون عارف، مش عايزه ورقه، لان الدكتور اللي انا كنت بروح له ده كان بيدي ورقه وحرفيا نفس الورقه لينا كلنا، يعني كذا حد من عندي راح له كلنا نفس الورقه. ما كانش بيعترف باي حاجه خالص من اللي انا كنت بقوله عليها وبس. فانا بقى الفتره دي بفكر كتير قوي، يا اما اكمل مع كوتش مثلا اونلاين بيبقوا فاهمين بيعرفوا يحسبوا الكالوريز بيعملوا الحاجات دي كلها، او ان انا مثلا اكمل مع دكتور دايت. مش عارفه، هقفل عشان الرادار وارجع لكم تاني. ويلكم باك. يجي بقى هنا دور الرياضه في حاجه حلوه قوي، انه فعلا احنا ممكن، علشان انا الفتره اللي خسيت فيها دي كلها على فكره ما كنتش بعمل اي نوع من انواع الرياضه، ولا حتى مشي، ولا هو كان طالب مني رياضه اصلا. وبرده من الحاجات اللي تعرفوا فيها الدكتور ده شاطر ولا لا، ان هو كان بيوزن بس بالميزان، وده في حد ذاتها غلط. لان انا مثلا دلوقتي لو رحت للدكتور ووزني بالميزان هنبقى احنا كده خسرانين مليون %، لان انا بلعب رياضه، فالرياضه بتزود عضل، فالعضل مش هيقيس، مش هيبان في الميزان العادي، لازم يبقى في انبادي. بس من الحاجات برضو المميزات في الرياضه انه مش بيديكي الويت اللي انت، او عامه مش بيديكوا الويت اللي انتوا بتبقوا فيه دلوقتي. يعني انا مثلا ممكن الويت بتاعي دلوقتي ما يبانش على جسمي قوي، لانه انا بلعب رياضه وكده، فالدنيا متقسمه الى حد ما كويس. بس فايه بقى فانا الفتره اللي دي بفكر كتير قوي اخد الستep دي، عشان انا حاسه ان الدنيا هتبوظ مني. الرياضه يعني عادي ممكن بحاول على قد ما اقدر ان انا اروح، لو فوتت يوم 2 مش مهم، بس على قد ما اقدر بروح. بس بقى فكره تنظيم الاكل وبس. خلاص كده انا داخله على الجيم، فهقفل ومعاكم واشوف بقى بقيه اليوم هيمشي ازاي، وباي. بقى احيي نفسي النهارده على الانجاز اللي انا عملته، لاني حرفيا كنت مش هروح الجيم anyway خالص، مع اني لابسه الهدوم الجيم من الساعه 9، بس بجد انا فضلت قاعده من الساعه 2 لحد الساعه 5، وانا بقنع نفسي ان انا انزل. الساعه دلوقتي 5، وان شاء الله اقدر ان انا اتمرن بحماس كده، ونشوف بقى هنعمل ايه وبس كده. خلصنا التمرين. ما بحبش اخلص بالليل كده، بس النهارده اتمرنت الصراحه بضمير، وكان في كلاس كمان بعديه فاخدته، فمبسوطه قوي بالتمرين النهارده. وبس كده. الجو برد قوي على التخفيف اللي انا مخففاه ده، فاتمنى ان انا معياش، لان انا كنت مقضيه الشتا اللي فات كله حرفيا بخرج من الجيم والجو برد فعيا، فاقعد لي كام يوم، فان شاء الله بقى معياش. بس كده هنشوف بقى هناكل ايه. طبعا انتم مش شايفيني ولا انا شايفه نفسي، وبس